يا أصدقائي يا حبايبي، بحبكم أوي أوي قد الدنيا دي كلها، وانتم كمان بتحبوني. لو بتحبوني يلا اشتركوا في القناة وحطوا لايك. يلا يا حبايبي نصحصح كده ونفطر فطارنا اللذيذ، ونعمل شوية تمارين رياضية بسيطة علشان جسمنا يبقى صحي وقوي. هحكي معاكم حاجة حصلت لي امبارح، وازاي انا كنت غلطان واخدت عقابي. يلا نعرف ايه اللي حصل. بحب على طول اعمل مراكب من الورق كتير كتير قوي، واحب دايما امشيها في المية. ورحت عامل كمية ودخلت الحمام وفتحت الحنفية وسبت المية تنزل في الحوض والحمام علشان امشي المراكب والعب واستمتع، وكنت مبسوط جدا. وبعد ما خلصت لعب بالمراكب خرجت وسبت الحنفية مفتوحة والمية عمالة تنزل، ونسيتها خالص وانشغلت بحاجة تانية. وببص حواليا لقيت الشقة كلها غرقانة، وكل السجاد والأرض والحمام كل حاجة غرقانة مية. وطبعا دي كانت مشكلة كبيرة، واتزحلقت وقعت على الأرض، بس الحمد لله ربنا ستر. وكنت زعلان جدا على الشقة اللي غرقتها وعلى كمية المية اللي أهدرتها. ولولو كانت برا، ولما جت من برا اتضايقت جدا، وبسرعة قفلت الحنفية ولمينا كل المية ونشفنا المكان كله وظبطنا كل حاجة. واعترفت لولو اني كنت غلطان، واعتذرت علشان سبت الحنفية مفتوحة فترة طويلة علشان ألعب بالمراكب وغرقت الدنيا. ولولو عجبتني منعتني ان اروح التمرين بتاعي. انا غلطان ومش هعمل كده تاني. وقعدت لولو ووضحت لي ان المية سر الحياة، وما ينفعش اهدرها كده او العب بيها كده، ولازم احافظ على كل نقطة مية، وما ينفعش افضل فاتح المية كتير حتى مع استعمالي الشخصي، وانا بغسل وشي او بغسل اسناني او باخد الشاور بتاعي. ولولو كمان قالت لي تخيل كده يا مشمش لو صحيت من النوم وما لقيتش مية خالص، وقعدت يوم واحد بس من غير نقطة مية، شوف حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ هتقدر تعيش يا مشمش؟ لا طبعا. وكمان المية بتفيدنا كلنا، بيشرب منها الإنسان والحيوان والطيور، وبنسقي منها أراضينا الزراعية، وكمان منها بنولد الطاقة زي الطاقة الكهرومائية اللي في السد العالي. وعرفت إن نقطة مية تساوي حياة. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكده يا أصدقائي انتهى الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما ننساش نسمع كلام بابا وماما وما نزعلهمش أبدا. أشوفكم تاني على خير، وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مع السلامة.